يعود تاريخ زحلة إلى آلاف السنين، أما نشأة المدينة فتعود إلى سنة 1711. منذ ذلك التاريخ لم تطأطئ زحلة رأسها يوما، بالرغم من إحراقها 3 مرات بين أعوام 1777 و 1791، وبالرغم من النكبة الكبرى سنة 1860. كانت المدينة في كل مرة ما تلبث أن تستعيد حياتها، فهي مدينة الحياة، والموت بالنسبة لها قيامة. دفعت زحلة ضريبة عالية ثمنا لموقعها الجيوستراتيجي، ولها مع الحصار تحديدا أكثر من جولة، ففي العام 1981 حوصرت زحلة وانتصرت. فمع حلول العام 1980 كان لبنان شبه محتل بالكامل من الفصائل السورية والفلسطينية، ما شكل كماشة على المناطق المسيحية في وسط البقاع الغارق في بحر الاحتلال. شكلت زحلة العلامة الفارقة بحريتها وعنفوانها، فأزعجت المحتل الذي لم يدرك يومها مدى استعداد الزحليين للمقاومة، ولم يدرك أيضا عزيمة قائد اسمه بشير الجميل. في 29 من أيلول 1980 سقط شهيد زحلة الأول جورج سعادة، مفوض القوى النظامية في إقليم زحلة الكتائبي، قتلا بالرصاص داخل مستشفى تل شيحة. تبع ذلك اشتباكات في حي الميدان، واشتباكات أعنف في كانون الأول بمساندة حركة فتح. عيد الميلاد تلك السنة أمضاه الزحليون في الملاجئ، قصف، خطف وانفجارات دفع الزحليون ثمن الشهامة ورفعة الرأس. في المقلب الآخر أرسل بشير الجميل القائدين بطرس خوند وفؤاد أبو ناظر بمهمة استطلاع إلى عروس البقاع من أجل دراسة وضع المنطقة عسكريا وحاجات المدينة، وتحضير مجموعات من الشباب الزحليين وإرسالهم إلى بيروت للتدريب. في 3 من شباط، ومع استمرار الاعتداءات على المدينة، رسم قدر الجو إدي قائدا بطلا لمعركة زحلة التاريخية. ميدانيا كان الوضع لصالح العدو، فالسوريون يسيطرون على كل النقاط الاستراتيجية التي تتحكم بالمدينة ومفاصلها. عسكريا كانت زحلة في مواجهة لواءين، وهما عبارة عن 5700 جندي وضابط و90 دبابة، مرفقة بكتيبة ميدان. خير الزحليون بين الكروم والكرامة، وانتظر بشير قرارهم الذي عبرت عنه اللجنة الزحلية العليا رافضة الاستسلام. كان المجلس الحربي العين المراقبة والإصبع المحكم على الزناد. 4 جبهات رسمت مقسمة إلى 4 قطاعات، إضافة إلى جبهة المساندة في عيون السمان بقيادة ثكنة غزير، ومشاركة ثكنة رشدان في موقع الغرفة الفرنسية الذي سقط إثر إنزال للقوات الجوية السورية، حيث سقط 4 شهداء. الوحدات المركزية استنفرت، وكان لوحدات المغاوير وأدونيس وبيروت شرف المشاركة. أما العديد فتشكل من الكتائب اللبنانية، الوطنيين الأحرار، حراس الأرز والتنظيم، إلى جانب التجمع الزحلي العام. شهدت زحلة في هذه الحرب حوادث مؤثرة سنظل نستذكرها مهما مر الزمن. وحشية العدو تقصف سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، فتسقط الأخت ماريسو في زغبي شهيدة مع مساعديها حمود سليم وسيد خليل. وفي حادثة نادرة الحصول شهد كراكول طيوحان على استشهاد الرفيقين فؤاد نمور وجورج نخلة، مغمورين بالثلوج متجمدين من الصقيع. 3 أشهر من الحصار قامت خلالها الهيئات الشعبية بدور المساندة الأول، حتى أصبح لكل مواطن مهمة. وهنا نستذكر الشهيدة ماري حريقة التي استشهدت قنصا وهي تغسل البزات العسكرية خلف بيت الكتائب في وادي العرايش. الصمود العسكري لأهالي زحلة بأثمانه الباهظة غير المعادلات السياسية وأسقط حلم الأسد. عالميا تحركت الجاليات منددة بعد مساعي المطارنة، خاصة فرح، اسكندر وضومت. 90 يوما ويوم من المقاومة والصمود، عمليات إنزال للقوات الخاصة السورية بالطوافات، وتهديد باستعمال صواريخ فروغ.
90 يوما ويوم عبر المقاتلون خلالها طريق عيون السمان زحلة محملين بالذخيرة سيرا على الأقدام. وفي اليوم 92 رضخ العالم لمشيئة المقاومة، وتم الاتفاق على انسحاب مشرف للمقاتلين مقابل عدم دخول السوريين إلى المدينة. هكذا أنقذت زحلة في معركة شكلت الجبهة المباشرة الأولى مع السوري كعدو. عاد المقاتلون بعتادهم إلى بيروت في موكب نظمته الشعب الثالثة مع انتشار للجيش السوري وصولا إلى الكحالة. عودة ممزوجة بفرح الانتصار مع غصة في القلب على مئات الرفاق والمواطنين الذين سقطوا شهداء لتبقى زحلة. أما لبنان وعلى امتداد 10,452 كيلومتر مربع فقطف ثمار معركة زحلة بعد أكثر من سنة. بشير الجميل رئيسا للجمهورية. لقد خضتم أروع معركة في أدق منطقة، في أشرس حرب، في أحلى ظرف. نشرب كيس زحلة